ليه يا ترى رغم التطور اللي وصلنا له في الطب الحديث ليه لسه موجود مرضى وبيشنس عايشين بأمراض مزمنة؟ ليه دايما كل دكتور وكل تخصص بيبص على الحتة اللي تخصه فقط؟ هل الطب المفروض يعالج الأعراض فقط؟ احنا لازم نساعد الإنسان ان احنا نابروتش الجسم كله بصورة متكاملة ونساعده انه يعيش حياته في توازن وصحة حقيقية. ومن هنا اتولدت فكرة أبيتان كلينيك The first integrative and functional and regenerative medicine في مصر. احنا بنحترم جدا ال evidence based medicine وبنشتغل بالfunctional medicine والregenerative medicine والchinese medicine والrehabilitation بكل صوره. انا بستخدم كل الوسائل الfunctional والlaboratories والDNA testing والAI tools اللي اقدر اقيم بيها الحالة حقيقي. ومن هنا بدأنا نحط فعلا expansion plan نقدر نطبق فيها الرؤية المتكاملة دي مش بس في مصر والإمارات والسعودية وليبيا. الميديكال بورد بتاعنا الحقيقة هم بايونيرز، هم بني آدمين أكتر من يكونوا دكاترة مهتمين يقعدوا رغم إن هم very big names ووقتهم very limited ورغم كده مهتمين بكل التفاصيل.